الاخبار؟ سوري يا عمر، عارفه اني اتاخرت عليك بس غصب عني كنا عند المحامي. طمنيني، ايه الاخبار؟ صدقني لو قلت لك اني ما فهمتش اي حاجه من موقف بابا في القضيه. حاسه كمان ان المحامي مخبي حاجه علينا. هيخبي عليك ايه بس يا خديجه؟ هو الواحد وهو قلقان بيركبوا الهسس. بيركبوا الايه؟ لا دي لو شرحتها اليوم هيتضرب. طب اتفضل عشان ما تتاخرش عن ميعادك. سلام. عمر، هو انت رايح فين؟ رايح مركز رعايه المهاجرين بتاع مدام ساره. وهي اللي مستعجلك ولا انت لوحدك اللي مستعجل عشان تروح لها؟ محدش فينا مستعجل احنا الاثنين، بس انا اتعودت طول عمري لما ادي ميعاد ما اروحش متاخر. طب اتفضل عشان ما تتاخرش عن ميعادك. ماشي. حبيبتي خديجه، كيف البابا؟ الحمد لله يا عم رياض. طمنينا، أي شيء جديد؟ لا لسه ما فيش اخبار يا عم سهيل. بعون الله هيرجع وينور بيته ومكانه من تاني بمشيئتك يا رب. امين يا رب. بس كده كله تمام. نركب الكابلات جوه عندك على المونيتور وتشوف المركز كله قدام عينيك. برافو عمر، انت شاطر فعلا وسريع كمان. سريع؟ ما شفتنيش انت ديك النهار لما ركبت 10 كاميرات؟ 10 يا ساره في نص يوم. واو، 10 كاميرات في نص يوم؟ ركبتهم فين دول؟ والله ركبتهم عند واحده كانت بتركب كاميرات، شك ان جوزها بيخونها، يعني زمانها معلقه في السقف دلوقتي. انتوا الراجل الخاين عندكم تعلقوه في السقف؟ لا ما احنا عندنا رجاله تعجبك. طب وريني. ليكي ايه، تعاليني في السقف ولا ايه؟ تعالى ادخل. لا، ده انت شاطر بجد بقى. الحكايه كلها اكل عيش. على الله بس ما يكونوش جابوا حد في مصر غيري بعد ما غبت طالت. على فكرة لو انت مستني الدمنهوري عشان يطلع وموضوعه يخلص، مسألة هتاخد وقت، فما فيش داعي تعطل نفسك جنبه اكتر من كده. ايوه بس انت عايزاني ابيع الراجل اللي اواني وكرمني في بيته؟ مين قال كده؟ بس حتى الجدعنة ليها حدود يا عمر، وما تنساش ان هو برد جميل ابوك. بالاخر انت حر في قرارك، انا بس بنصحك عشان مرتاحه لك وحاساك زي اخويا الله يرحمه. خد. ايه ده كله؟ اجري شغلك هنا. ايوه بس ده كتير قوي، الحسبه اقل من كده. انا حسبه، ما قلت لك انت زي اخويا وبتستاهل اكتر من كده بكتير. ربنا يخليكي. ما تقلقش على حوده، احنا كلنا جنبه. والله لو الحسبه كده فعلا والموضوع هيطول، انا شايف بقى ان انا ارجع مصر اشوف حالي وابقى اتابع معاكي من هناك. هتسافر امتى؟ هعدي على مكتب مصر الطيران بكره، ولو كده ممكن اسافر بعد بكره. يعني نتعشى سوا بكره؟ نتعشى سوا؟ انا اللي عازم. لا ما خلاص انا عديت هنا، اي فلوس محتاجاها انا زي اخوك الله يرحمه. بكره هستناك تعدي عليا الساعه 8. يبقى بكره الساعه 8. سلام. خلصت؟ ايه؟ بتملى من وشك الحلو ده يا شيخ قبل ما اسافر. عن جد مسافر؟ والله شكلها بعد بكره كده هطير. ليش؟ عندي شغل وشكل موضوع الدمنهوري هيطول زي ما ساره قالت لي، والراجل حبايبه كتير يعني الحمد لله. انما انا لو اكل عيش اتقطع في مصر، في ناس ورايا كتير هتتبهدل. ناس مثل مين؟ ناس مثل امي، اختي. طيب انا قدام شوي ورح فل، بتحب وصلك على طريقي؟ ابقى راجل مجنون لو ما حبيتش، انا طول يا عم. طيب رح فوت اخذ اذن من الست ساره ونرجع منفل سوا. يلا بينا، فلي زي ما انت عايزه، لا تقطع صح. صح.
ست سارة بعتذر منك، بتريدي شيء تاني؟ لا، خدي بالك على حالك وما تتأخري بكرة. أكيد. يلا باي. مع السلامة. عزمتك على العشاء. يلا. يلا بينا، انا معاك. رح اخذك على مطعم كثير حلو، رح يعجبك كثير. ما دام انت اللي مختار يبقى اكيد هاجي. ان شاء الله المحل يعجبك. انا راضي صدقني، يعني معقوله الشياكه والجمال ده ما عجبنيش. شو هيدا غزل؟ بيت ام شوتي اللي مرمط عني. ευχαριστώ. لا، شو هو اللي لا؟ السؤال اللي عماله تلفي وتدوري ومش عارفه تسالي، ما تساليه على طول وتخلصي. انت مرتبط؟ مرتبط ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني مجوز او خاطب او في حدا بحياتك؟ كنت مرتبط. اي نوع ارتباط؟ ذكر. هكون مرتبط بايه؟ بست طبعا. قصدي انه زواج ولا كنت متجوز. جبت اولاد؟ لا. طب وزعلان انه ما جبت اولاد؟ في العموم طبعا. اي حد بيتمنى انه يتجوز ويخلف عيل ولا اتنين يربيهم احسن تربيه ويكبروا يبقوا فخورين بابوهم واصحابهم يحسدوهم كمان على الاب ده. انما انا لو خلفت ابني هيقول انا ابن مين؟ فني كاميرات. مش هقدر اساعده ولا اجيب له اللي نفسه فيه، وهيفضل طول عمره باصص لزمايله ومتحسر على بيوتهم. عشان كده قلت اجيبها من قصرها، بلاش اخلف عيل اظلمه معايا. ليش بتفكر فيها هيك؟ مش ضروري تكون من العظماء كرمال تجيب اولاد، بكفي انه الاولاد يكونوا من اهل بيت طيبين. انا مثلا بيي مش وزير ولا عالم ولا صاحب مصاري، مع هيدا كله انا فخوره فيه. بقول لكل الناس انا بنت علي الحوراني، صاحب الفخوره يلي اصوله من الخليل. بقول انا ورافعه راسي للسما. يا بخته بيكي. يا بختي انا فيه. وانت كمان يا عمر، انت رجال طيب ومحترم وحنون. هيدي الاشياء بتسوى كنوز الدنيا، ما بتتقدر بالمصاري. ايه ده؟ ايه الصدفة العظيمة دي؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ميرسي. تفضلي. أنا عن جد كنت عم بفكر بالمكتب إنه كان لازم أقول لك تجي تتعشى معنا إذا جوعانة، بس وأنا جد كنت مفكرتك نايمة ورايحة بسبع نومة. أنا قلت أكيد نايمة عشان عندها شغل بكرة. ما هو أنا عن جد كنت تعبانة وكان بدي أروح نام، بس لما عرفت إنه عمر مسافر قلت عيب لازم نظهره. كرتونة زي دي للمدام عشان تطلب زينا. ايه ده؟ حته ترجع؟ يا عم قلت الحقك قبل ما تنام، نقعد بقى ندردش شويه كده. ايوه اتمحك فيا يا اخويا. تلاقي الليله باظت والبت فرطت منك. يا عم انت نسوانين على قفا من يشيل، واحنا لسه العمر قدامنا. المهم انت ايه حكايه سفرك اللي جت فجاه دي؟ ده انا كنت لسه هكلم الراجل اللي انا شغال معاه عشان اشوف لك مصلحه معاه. حلاوتك يا ابو الرجوله. لا بالحق يا سالم، وانت شغال ايه اصلا؟ ايه ده؟ هو انت كل ده لسه ما تعرفش؟ مندوب مبيعات. ايوه يعني بتبيع ايه يعني؟
ما هو انت لو ناوي تفضل قاعد انا هقول لك، عشان ساعتها القواله هتبقى ليها معنى. لكن دلوقتي لو سافرت هقول لك ليه يعني؟ هحسرك على الفاضي. لا، لو اللقمه حلوه ارد تاني. تتكلم بجد؟ انت اللي بتتكلم بجد. يعني لو اللقمه حلوه وهتنطرني نطره حلوه لفوق يبقى رد تاني. نطره حلوه فوق ازاي يعني؟ عايز توصل لايه؟ يا عم اخلص بقى وحات ابوك وحات ابوك يا سالم. ايه المصلحه دي؟ هقول لك، بس وانا بجيبك من ايدك من على باب المطار وانت راجع لنا بالسلامه. ماشي، بشوقك يا عم الغامض. ولع. تروح وترجع لنا بالسلامه يا هندسه. الله يسلمك. ما تتأخر علينا. ادعوا له انتوا بس وانا هزهقكم مني، واي حد فيكم عايز حاجه من مصر عنوان ورقم التليفون معاكم. تمام. خلي بالكم من نفسكم يا رجاله. هنخلي بالنا من نفسنا ومن ماما. أنا مش مصدقة. معقولة هتسافر وتسيبني وأنا في الظروف دي؟ ما انت عارفه، لولا ظروف الشغل والبيت في مصر كنت قعدت يا خديجه. وبعدين ما تقلقيش، انا هبقى متابع معاكي كل يوم بالتليفون. تليفون؟ بس كده؟ طب اعمل ايه؟ ظروفي كده. وبعدين بقى في الدموع دي انا هرجع تاني، هخلص اللي ورايا في مصر وارجع لك على طول. وعد؟ وعد. عايزين بقى نشوف دموعنا عشان ما حدش ياخد باله. حاضر. عايز اسيب وحش يدور القهوه والبيت لحد ما اجي. اسيب ايه؟ وحش. اشوفك على خير يا وحش. ايه ده؟ انت قافل الباب عليا بالمفتاح يا سالم؟ معلش، اصل خايف عليك. من ايه؟ ابدا، اصل انا لو مصور صور زي دي اكيد هعمل الف حساب لمراتي لو شافتني وانا ملط كده. انت بتصورني يا ابن الكلب؟ هتقل ادبك هل عن سلسفيلك. احنا كده خالصين. لا انت تذلني بحاجه انت شفتها وانا نازلك بصور انا صورتها، وانت بقى ودماغك توديك زي ما انت عايز. نسيت اقول لك، مش خديجه جا زارتني امبارح بالليل؟ بالليل؟ بالليل ازاي؟ اذا كنت انا سايبها في القهوه امبارح بالليل. واضح انها جات لي بعد القهوه والوقت كان متاخر، علشان كده مستغربه. واللي استغربته اكتر اني حسيت انها كانت بتدور على حد، ما كانتش طبيعيه خالص. الله يكون في عونها البنت دي. اللي حصل لابوها برضه من شويه. تفتكر انها كانت جايه تقولي على ابوها؟ جايز، معرفش. تشيرز. قولي بقى، مش عايز تعمل بيزنس هنا ينفعك في مصر؟ يا ريت. امال انا جيت هنا ليه اصلا؟ ما عشان كده كنت متعشم في الدمنهور يعني انه يساعدني. صديقي شفتي بقى اللي حصل. انسى بقى الدمنهوري وركز معايا. ايه رأيك تاخد كاميرات مراقبة من هنا للشركة اللي انت شغال فيها في مصر؟ ايوه بس مين اللي هيورد لي كاميرات هناك؟ انا. انت بتشتغلي في كاميرات المراقبه؟ هشتغل فيها علشانك. لا كده كتير بجد. وبعدين بقى
احنا مش قفلنا على كتير بقى. عمر، انا بجد عايزه اشوفك كتير. ما ينفعش دي تكون اول واخر مره اشوفك فيها. طول ما انت قدامي بحس ان اخويا يوسف لسه عايش، بتبسط. انت عارفه انا حبيت يوسف ده حب. اتفضل ادي البرفان لصاحبتك في مصر. حلوه صاحبتك اللي في مصر دي، هي فعلا بتموت في الحاجات دي. طب كويس. انت صدقتي ولا ايه؟ انا بتكلم على رؤى. مين لؤى؟ لؤى؟ بقول لك رؤى امي. I'm so sorry. طيب كاس امك. كاس أم. في كاس لؤى. ايه خلاص؟ شوف وشك على خير. ما تعوقش هناك بقى. مش عايز برضو تقول لي على الشغل اللي عايزني فيها رخم؟ هي عشان رخم دي مش هقول لك غير لما ترجع بالسلامه. اسرار شغل بقى. طب مش عايز تبعت حاجه لمصر؟ تسلم على حد؟ لا. مصر ما وحشتكش؟ كل ما بتوحشني بفتكر الايام السوداء اللي انا عشتها فيها.